يا بنتي هو ميعاده الساعة 3 ودلوقتي الساعة 7 وهو لسه ما جاش. ماشي يا ماما، زمانه جاي. زمانه جاي امتى طيب؟ اهو بيخبط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين حضرتك؟ محمد اللي جاي يخطب حبيبه. اهلا وسهلا، اهلا اتفضل. بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه الشنطة دي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك. اتفضلي يا فندم. ايه ده يا حبيبي؟ ده بيبس. ما تستتعب نفسك ليه كده؟ لا حاجه بسيطه والله. اتفضل. ماشي يا حبيبي اتفضل. خلي دي على جنب معلش. ماشي اتفضل. اتفضل نورتنا. ربنا يخليك يا طنط. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا ازيك حبيبي. يا حبيبي؟ عامله ايه؟ كويس الحمد لله. بص يا طنط، انا محمد جاي اتقدم لحبيبه. اوعدك ان انا هشيلها جوه عيوني، عمري ما هزعلها. يعني بصي، اتفضلي حضرتك، لو عايزه تتكلمي اتكلمي، اي حاجه عايزه تعرفيها عني ممكن تسالي عليا الدنيا كلها. الحمد لله سمعتي سابقاني. حاجه هتشرفك يعني ان شاء الله. انت منورنا والله وكل حاجة، بس في حاجات لازم نتكلم فيها الاول. ربنا يخليك يا طنط، تحت امرك تحت امرك في اي حاجه. طب انت معاك دراسة ايه يعني، ولا دارس لحد فين؟ لا بص يا طنط، والله هو حته الدراسه دي ما كانوش مركزين عليها عندنا في العيله. ازاي يعني؟ انا مخلص كي جي 1 وقعدت على كده. نعم. بابا ايه ما علينا من حوار التعليم ده. انت طب بتشتغل ايه؟ لا والله يا طنط، هو حوار الشغل انا مش مركز فيه دلوقتي خالص والله، بس ان شاء الله فيما بعد ان شاء الله ابدا ان انا اشتغل وكده. ايوه انت هتصرف عليها منين يعني؟ والله انا عرفت من حبيبه ان معاش حضرتك كبير وكده، فاحنا هنصرف معاكي من المعاش بدل ما يتبقى منه فلوس. معاش انا؟ اه انت عايز تصرف من معاش انا؟ يا فندم عادي، انا زي ابنك ما فيهاش مشكله، لو فيها احراج بلاش. طب يا ابني، طب وبالنسبة للذهب والفرح وهتعيشوا فين؟ والله يا طنط بالنسبه للذهب، انا كنت سهران انا وجماعه اصحابي بالليل واتكلمنا في حوار الذهب ده، وهم قالوا ان هو بقت فشخره كدابه وكلام من ده، فانا عن نفسي انا مش هجيب ذهب. اما بالنسبه للفرح فاحنا هنطلع على السطح عندكم، انا عرفت ان انتوا عندكم غنم، هنفضي الدنيا فوق وهنعمل الفرح كده نصايه، نرقص ونزيط وبعد كده نمشي. اما بالنسبه اللي هنعيش فين، فاحنا هنيجي نعيش مع حضرتك في الشقه هنا، عشان ما ينفعش حضرتك تعيشي بطولك والدنيا هتبقى زي الفل. تعيشوا معايا هنا فين يا ابني؟ هنعيش معاك هنا في الشقه، انا اوضه انا وحبيبه اوضه وحضرتك اوضه، والحمام كده كده عادي نخش احنا الاثنين. طب وبعد ده كله هو اهلك فين؟ بص يا طنط بصراحه انا ما بحبش اكذب، لو انت عارفاني كويس وحبيبه قايله لك عني هتعرفي ان انا مش بحب اكذب. انا بصراحه اهلي مش موافقين على الجوازه دي. ليه يا ابني؟ انتوا مش مستوانا بصراحه، انتوا مش مستوانا، دي ما فيهاش احراج. احنا مش من مستواكم بصراحه احنا شايفينها كده. طب قوم اطلع بره. يعني ايه؟ يعني اطلع بره. قوم اطلع بره. ده انت جاي عايز معاش وعايز ذهب وعايز شقه ومش عامل فرح وعايزني كمان. اهلك من مش مستوانا؟ اطلع بره. اطلع بره وخدي معاك.